خانت جوزها مع الميكانيكي اللي بيشتغل عندهم، بس اللي حصل بعد كده ما كانش حد يتوقعه. ولو عايز تفهم الحكاية خليك معايا للنهاية. فيلمنا بيبدأ مع ميكانيكي اسمه سوني، واللي حالته المادية كانت صعبة جدا، لأن ما كانش فيه شغل في القرية اللي عايش فيها. وعلشان كده سوني اتصل بواحد صاحبه وطلب منه يشوف له شغل. وبالفعل صاحب سوني لقيله ورشة محتاجة ميكانيكي، بس الورشة دي كانت في بلد تانية. وساعتها سوني وافق وسافر للبلد دي. ولما وصل وراح للورشة علشان يستلم الشغل، صاحب الورشة قاله إن في حد اشتغل مكانه، لأن سوني اتأخر عليهم وهم كانوا محتاجين حد في أسرع وقت. وساعتها سوني اتصدم وكان في قمة اليأس. والمصيبة الأكبر إنه ما كانش معاه فلوس علشان يرجع للقرية بتاعته. وسوني فضل يتمشى في شوارع المدينة طول اليوم علشان يدور على شغل، ولكنه للأسف ملقيش أي شغل متاح. ولما بيجي الليل وسوني بيكون تعب من كتر اللف، بيقرر إنه يريح شوية وبينام على مصطبة في الشارع. ولكنه فجأة بيصحى على أصوات دوشة جاية من بعيد. ولما بيروح يقرب من مصدر الصوت، بيلاقي شخص بيحاول يضايق راجل كبير في السن، وكان بيضغط عليه علشان ياخد كل الحاجات اللي معاه. ووقتها سوني صعب عليه الراجل الكبير وقرر إنه يساعده. وبالفعل راح قرب من الشخص اللي بيضايقه واتعامل معاه بكل قوة. وساعتها الشخص ده خاف وطلع يجري. والراجل الكبير واللي بنعرف إن اسمه جورج وإنه شخص غني جدا، فضل يشكر سوني لأنه أنقذ حياته. وبعد ما الشرطة بتوصل للمكان، جورج بيوصف لهم شكل الشخص اللي اتهجم عليه علشان يمسكوه. وفي الوقت ده ليزا مرات الراجل الكبير جورج بتوصل للمكان هي كمان. وبنلاحظ إنها ست جميلة جدا وصغيرة في السن. وبعد ما ليزا اطمنت على جوزها، جورج حكالها عن اللي حصل وعرفها إن سوني أنقذ حياته. ووقتها ليزا شكرت سوني على شهامته. وجورج صمم إنه يعزم سوني على العشاء في البيت عنده. ولما وصلوا للبيت وكانوا قاعدين بياكلوا مع بعض، جورج عرف من سوني إن هو ميكانيكي وبيدور على شغل. وساعتها جورج قرر إنه يساعد سوني علشان يردله الجميل، وعرض عليه إنه يشتغل عنده في الورشة الخاصة بيه. ووقتها سوني وافق طبعا وكان مبسوط جدا. وكمان لما جورج قاله إنه هيجهز له أوضة جنب بيته علشان يعيش فيها، سوني اتبسط أكتر وكان مندهش من كمية الكرم ده. ولما سوني بيروح للأوضة اللي جورج جهزها له علشان يريح شوية، بيسمع ليزا وهي بتزعق في جوزها علشان شغل شخص غريب عندهم وما يعرفوش عنه حاجة. ووقتها سوني اتضايق جدا من الكلام ده. وتاني يوم جورج بيودي سوني للورشة بتاعته علشان يبدأ يشتغل فيها. وبيفرجوا على عربية غالية جدا عليه، ولكنها عطلانة لأنه مش لاقي ليها قطع غيار في أي مكان. وبيقوله إنه لو قدر يصلحها وهي على وضعها كده، يبقى هو ميكانيكي شاطر فعلا. وساعتها سوني بيوعده إنه هيحاول. ولما سوني بيبدأ يصلح العربيات اللي في الورشة، بيشوف ليزا وهي عمالة تراقبه من الشباك باهتمام واضح، ومش مرة ولا اتنين، ولكنها بتفضل طول اليوم تعمل كده. ولما سوني بدأ يبصلها هو كمان، ليزا اتكسفت وعملت نفسها بتقرا كتاب. وفي الليل لما سوني كان سهران في الأوضة بتاعته، فجأة شاف ليزا وهي واقفة قدام الشباك، وكانت متشيكة على الآخر وعمالة تبصله برضه. وساعتها سوني استغرب جدا، ولكنه ما يعرفش إن ليزا مهتمة بيه من أول مرة شافته فيها، وإنها ندمانة إنها اتجوزت جورج، الراجل العجوز اللي دايما نايم وسايبها قاعدة لوحدها. وتاني يوم لما سوني كان شغال لوحده في الورشة، ليزا راحت له وفضلت تفكر في أي حجة علشان تبدأ تتكلم معاه. وسألته هو ليه دايما بيراقبها في الرايحة وفي الجاية. وساعتها سوني قال لها أنا برضو، ده انت اللي دايما بتبص عليا ومركزة معايا. وبعدها سوني سألها سؤال شخصي، واللي هو ازاي واحدة جميلة زيها تتجوز من راجل مختلف عنها تماما زي جورج. وساعتها ليزا اتضايقت من كلامه وقالت له هو ازاي يتكلم معاها بالطريقة دي، وفكرته إن هو مجرد شخص شغال عندهم وبس.
وسابته ومشيت. وفي الليل لما سوني كان قاعد بيتعشى مع جورج في البيت، جورج طلب منه إنه يروح يجيب تلج من المطبخ علشان يشربوا كاسين مع بعض. وبالفعل سوني دخل للمطبخ علشان يجيب التلج، ولما شاف ليزا موجودة هناك مقدرش يسيطر على مشاعره وقرب منها. ووقتها ليزا مش بتمنعه وبتكون طايرة من الفرحة. ولكن في الوقت ده جورج بيقطع عليهم اللحظة الرومانسية دي، وبيفضل ينده على سوني وبيستعجله علشان التلج. ووقتها سوني بيخرج من المطبخ وبيروح له بسرعة. وبعد شوية لما ليزا كانت مريحة على السرير بتاعها، ما كانتش قادرة تنام لأنها كانت عمالة تفكر في سوني، واللي هو كمان كان سهران وعمال يفكر فيها. وواضح إن الاتنين بدأوا يحبوا بعض. وفي الوقت ده سوني بيفضل يفكر إزاي يبعد جورج عن البيت علشان ياخد راحته هو وليزا، لحد ما جاتله فكرة مجنونة. فضل يدور في النت على قطع غيار للعربية اللي غالية على جورج، وبالفعل قدر يلاقي قطع غيار للعربية، بس بتكون في مكان بعيد ولازم جورج يسافر علشان يجيبها، وهو ده اللي سوني بيكون عايزه. وتاني يوم لما سوني بلغ جورج إنه لقي قطع الغيار، جورج فرح جدا وأخد العنوان من سوني على طول وسافر بالعربية علشان يروح يجيب قطع الغيار. ومن فرحته نسي يقول لمراته إنه مسافر، وعلشان كده ليزا بتروح تسأل سوني هو جوزها راح فين. وساعتها سوني عرفها إنه سافر وهيغيب عن البيت شوية. ولما سوني بدأ يقرب منها، وقتها ليزا بتفهم إن هو اللي خطط علشان يبعد جوزها عن البيت. وليزا مش بتكون متضايقة من ده، بالعكس، ليزا استجابت ليه وبدأت تبادله نفس الإعجاب، والاتنين عاشوا أجمل لحظاتهم جوه الورشة. وبعد ما بيخلصوا وليزا بترجع للبيت، بتكون حاسة بسعادة ما حستهاش من فترة كبيرة. وبعدها جورج بيرجع للبيت ومعاه قطع الغيار، وبيروح يديها لسوني، واللي بيركبهم في العربية وبينجح إنه يشغلها. ووقتها جورج بيكون في قمة السعادة وبيفضل يشكر سوني. ولما جورج بيخرج من الورشة وبيمشي بالعربية علشان يروح يجربها، ساعتها ليزا بتروح تقول لسوني إنه لازم ينسى اللي حصل ما بينهم. ولكن سوني رفض وقال لها إنه بيحبها وما يقدرش يبعد عنها، وإنه متأكد إن هي كمان بتحبه. وفي الوقت ده جورج بيرجع بالعربية بعد ما جربها، والمفاجأة إنه بيدي المفتاح بتاعها لمراته وبيقول لها إن العربية دي هدية منه ليها. وساعتها ليزا فرحت جدا وما كانتش مصدقة نفسها. وبسبب سعادة جورج من سوني لأنه صلح العربية، عزموا على مشروب عنده في البيت. ولأن جورج فضل يشرب كتير وتركيزه قل خالص، فجأة نام على الكنبة اللي جنب منه. وساعتها سوني استغل ده وطلع لأوضة ليزا وفضل يقرب منها، ومع إنها قالت له مش هينفع علشان جوزها، إلا إن سوني كمل قرب منها والمشاعر ما بينهم خرجت عن السيطرة. وبعد ما اللحظة دي عدت، ليزا حكت له إن سبب جوازها من جورج إنه راجل غني، وهي كانت بنت فقيرة ومحتاجة الفلوس. وفجأة ليزا طلبت من سوني حاجة غريبة جدا، واللي هي إنه ينهي حياة جوزها جورج علشان ياخدوا كل ثروته وبعدها يتجوزوا هما الاتنين. ولكن سوني رفض وقال لها مستحيل، وكان مصدوم جدا من كلامها وسابها ومشي. وتاني يوم جورج بيفرج سوني على قطعة أرض ملكه، وبيعرفه إنه هيعمل عليها مشروع عبارة عن مول، وإنه هياخد قرض كبير من البنك علشان يبدأ ينفذ المشروع. وبيفاجئه وبيقوله إنه هيكتب المشروع باسم مراته، وإنه هيخلي سوني مدير المشروع. ووقتها سوني اتأثر جدا وبيكون حزين من جواه لأنه بيخون الراجل اللي بيعمل معاه كل خير. وبعدها سوني بيقابل ليزا وبيحكي لها عن اللي جوزها عايز يعمله. وساعتها ليزا قالت له إن الفرصة جت لحد عندهم، يستنوا لما جورج يسحب القرض من البنك وبعدها يخلصوا عليه ويستولوا على كل أملاكه ويهربوا. ولكن سوني رفض إنه يعمل كده برضه، وقال لها الراجل ده فتح لي بيته وشغلني عنده، وكمان عايز يخليني مدير المشروع.
بعد كل ده عايزاني أنهي حياته؟ طب إزاي؟ وبالنسبة للي حصل ما بينك وما بين مراته يا عم سوني عادي يعني. وبعدها ليزا كانت دايما بتتجاهل سوني وبتبعد عنه، وفي المقابل كانت بتتعمد إنها تظهر قربها الشديد من جوزها قدام سوني علشان تخليه يغير وينفذ الخطة. وفي يوم بالليل لما ليزا كانت داخلة للبيت، سوني راح وقفها وسألها هي ليه بتعمل معاه كده. ووقتها ليزا قالت له خلص على جورج وأنا أكون معاك للأبد. ولكن سوني مهتمش لكلامها وشدها للأوضة بتاعته واستسلموا لمشاعرهم تماما. وبعدها سوني بيحجز أوضة داخل فندق علشان يكون على راحته هو وليزا، واللي كانت بتروح له دايما وبيقضوا وقتهم مع بعض. ولما جورج سحب القرض من البنك وبدأ يشتغل في المشروع، ليزا راحت لسوني وقالت له إن دي آخر مرة هتكون معاه لو ما تخلصش من جوزها، ولأن سوني مش هيقدر يعيش من غيرها. أخيرا بيوافق على اللي هي عايزاه، وبيبدأ يفكر إزاي ينهوا حياة جورج من غير ما يسيبوا أي أثر وراهم. وبالفعل سوني بيوصل لفكرة مجنونة، واللي هي إنهم يتسببوا في نزول موتور ضخم على جورج في الورشة، ووقتها الحادث هيبان إنه قضاء وقدر. وتاني يوم لما جورج كان قاعد في الورشة مع سوني وهو بيصلح جرار كبير، الموتور بتاعه كان معلق على ونش فوق جورج. في الوقت ده ليزا راحت وقفت جنب زرار الونش من غير ما جورج يشوفها، وكانت مستنية الإشارة من سوني. واللي أول ما ادالها الإشارة داست على الزرار والموتور نزل على جورج وانتهى أمره في الحال. والخطة بتاعتهم نجحت، ولكن حصلت حاجة ما كانوش متوقعينها. يد سوني اتحشرت تحت الموتور وما كانش قادر يخرجها. وساعتها سوني طلب من ليزا إنها تنفذ باقي الخطة، واللي هي إنها تروح تشتري شوية حاجات من الهايبر علشان الشرطة تعرف إنها ما كانتش موجودة في البيت وقت الحادث. وبيقول لها قبل ما تمشي لازم تتخلص من آثار الحادث اللي على الصندل بتاعها. وبالفعل ليزا بتروح تغسل الصندل بمية، ولكنها لما بتلاحظ إن الآثار لسه موجودة بتقرر إنها تغير الصندل وبتلبس كوتشي قديم عندها، وبتروح تركب العربية وبترمي الصندل في مكان بعيد عن البيت. وبعدها بتروح للهايبر علشان تكمل باقي الخطة. وفي الوقت ده سوني بيتصل بالشرطة وبيعرفهم إن الموتور وقع على الراجل اللي شغال عنده. ووقتها الشرطة بتوصل للمكان وبتبدأ تحقق في الحادث. وبعد شوية لما ليزا بتخرج من الهايبر وبترجع للبيت، المحقق بيبلغها إن جوزها مات. ووقتها ليزا فضلت تبكي قدامه وعملت نفسها متأثرة بالخبر، ولكن المحقق بدأ يشك فيها لأنه لاحظ إنها لابسة هدوم جميلة ومتشيكة، ومع ذلك لابسة كوتشي قديم مش لايق على كل الحاجات دي. وكمان ليزا وسوني بيفوتهم حاجة مهمة جدا، والمحقق والفريق اللي معاه بيكتشفوها، واللي هي إن بيكون فيه آثار صندل عليه بقع حمراء على الأرض من زرار الونش لحد الجنينة بره. وبما إن مفيش ست في البيت غير ليزا، يبقى أكيد الصندل ده بتاعها، وغيرته بعد ما داست على زرار الونش ووقعت الموتور على جورج. ووقتها الشرطة بتتهم ليزا بشكل مباشر إن هي المسؤولة عن اللي حصل لجوزها. وقبل ما يقبضوا عليها، ليزا راحت لسوني وطلبت منه إنه يشيل الجريمة عنها ويعترف إن هو اللي اتخلص من جورج. ولكن سوني رفض إنه يعمل كده، بس لما ليزا قالت له إنها حامل منه ومش عايزة ابنهم يتولد في السجن، وقتها سوني وافق لأنه كان بيحلم إنه يكون عنده طفل. وراح سلم نفسه للشرطة واعترف إن هو اللي خلص على جورج، وكان عنده أمل إنه بعد ما اعترف يخففوا عنه الحكم شوية. ولكن القاضي بيحكم على سوني بتحويل أوراقه للمفتي وبيلبسه البدلة الحمراء. والمفاجأة لما بنعرف إن ليزا ما كانتش حامل ولا حاجة، ونجحت إنها تضحك على سوني علشان يضحي بحياته. وليزا هي اللي طلعت فايزة في الآخر، خلصت على جوزها ولبست سوني القضية وأخدت الفلوس وعاشت حياتها.
تفتكروا مين الظالم ومين المظلوم في القصة دي؟ اكتبوا لنا رأيكم في كومنت. وبكده يكون فيلمنا انتهى، ما تنساش اللايك والاشتراك. سلام.